مجموع إرادات الأفراد هي إرادة الشعب، لكن إرادة الشعب أحيانا تكون إرادة خاطئة وأحيانا تكون إرادة صحيحة. قال الله عز وجل عن الإرادات الخاطئة للشعوب: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وإرادة الإنسان أيضا متغلبة حسب الأهواء والمصالح والشهوات، أحيانا يريد الخير وأحيانا يريد الشر، أحيانا يريد الإصلاح وأحيانا يريد الإفساد، كما قال الله عز وجل عن بعض الناس: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. بعض الناس لا يغضب إلا من أجل الدنيا، إلا عندما يجوع يشعر بالفقر والفلس وضيق ذات اليد يغضب ويخرج ويخاصم ويقاتل. والبعض الآخر لا يغضب إلا من أجل الدين، لا يخرج إلا إذا انتهكت حرمات الله عز وجل، إذا رأى معصية الله عز وجل هنا يغضب يخرج مجاهدا في سبيل الله. لكن الإرادة الغالبة هي إرادة الله. الشعب يريد لكن الله عز وجل يفعل ما يريد. إرادة الله ليس فيها أذى ولا ضرر ولا فساد ولا دمار. ماذا يريد الله؟ قال الله عز وجل: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. هذه إرادة الله. ماذا يريد الله؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أيضا إرادة الله عز وجل إرادة طاهرة غالبة لا مرد لها. إن ربك فعال لما يريد. مع أن البعض قد يفهم أن الشعب هو صاحب الإرادة الكبرى وصاحب الإرادة الأقوى، حتى قال بعضهم: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. هذه أبيات تفوح منها رائحة الإلحاد. هل يعقل أن يستجيب القدر لإرادة الشعب؟ من الذي يحرك الآخر؟ هل الشعب يسير القدر أم أن القدر هو الذي يسير الشعب؟ البعض يهتف بهذا البيت بدافع الحماس والتهور، وبقية المعاني قد تكون صحيحة. لا بد لليل أن ينجلي، هذا معنى الصحيح، ولا بد للقيد أن ينكسر، معنى الصحيح. ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر، معنى صحيح. لكن المعنى الأول يخالف مراد الله، والله جل وعلا هو الفعال لما يريد.